بص، هو الاهلي من جوه مش اللي هو ومش اللي هو ديت انا اقصد بيها اداء النادي الاهلي، او النادي الاهلي بيقدم اداء في كل الماتشات اللي فاتت بلا استثناء اداء ولا اسوأ. يعني احنا لو هننافس على اسوأ اداء جوه الدوري في الفرق بتاعت المقدمه، النادي الاهلي ياخدها يعني النادي الاهلي ياخدها عن جداره. يعني حتى الفرق اللي بتتعادل، يعني مثلا سيراميكا تعادل مع البنك الاهلي، حلو كده، سيراميكا تعادل، بس سيراميكا بيقدم اداء، كان بيلعب ماتش كويس. يعني انا مشغل شاشتين بتفرج على الماتشين، لا سيراميكا بيلعب كويس. احنا فزنا 3-1 على المقاولين بس ما بنلعبش كويس. فعشان كده طالع اقول لك ان الاهلي من جوه مش اللي هو. الاهلي بيقدم اداء شوط اول مع المقاولين ولا اسوأ، والحمد لله ربنا كرمنا وجبنا جون وربنا سترها. شوط اول ما عملناش اي حاجه غير فرصتين، واحده منهم اتعملت عرضيه عدت من قدام زيزو جوه السته ما لحقهاش، والثانيه امام عاشور عملها عرضيه تريزيجيه حطها جون، ربنا سترها معانا وطالعين الشوط الاول كسبانين 1-0. نكمل بقى على كده، نكمل بقى وننزل الشوط الثاني دايسين، ندوس على وش فريق المقاولين، نكسب اداء ونتيجه ونحسن الصوره بتاعت الشوط الاول. لا ازاي يسترو بيقعد كده؟ يعني يهدى له بال ان هو يلعب الكره كويسه؟ لا خالص. الشوط الثاني ننزل متراجعين. انا مش هو انا ليه معلش في الكلمه وانا بلاعب المقاولين بالرغم من الفرق في القيمه التسويقيه بين اي لاعب في النادي الاهلي واي لاعب في المقاولين، يعني لاعب من عندنا بقيمه فريق المقاولين كله، ليه انزل الشوط الثاني العب ان انا بدافع او برجع لنص الملعب؟ يعني انا بلاعب السيتي في هيئه المقاولين بس لابسين اصفر، بلاعب ريال مدريد ارجع ادافع قدام مين يا عم طارق؟ هو انت فاهم انت بتعمل ايه؟ ولا انت بتلاعب مين؟ ولا انت بتلعب ازاي؟ ولا انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه يا عم طارق؟ عايز تعمل ايه فينا تاني؟ الشوط الثاني في اول 10 دقايق اتحط فينا جون، فربنا يسترها معانا الحمد لله الحمد لله، ويتحسب تسلل. خد بالك لو الجون ده جه وما كانش تسلل النادي الاهلي كان موقفه هيبقى زي الزفت. الشوط الثاني كنت هتشوف اداء بقى اسوأ من الشوط الاول بمراحل. اللعيبه بقى عماله هتقعد تتسرع، واللعيبه هتقعد بقى كلنا نقعد نجري ورا الكوره، نفس عارف اداء عشوائي بقى، كل واحد اللي يقدر يلا اللي يقدر على حاجه يعمل. كده احنا بايه اللعيبه عندنا بتعمل ايه او بتلعب بطريقه اللي يقدر على حاجه يعملها، بس كنا بقى نعمل اكتر بقى، كل واحد يقدر على حاجه يعملها. تلاقي مثلا امام بيلعب نص ملعب تلاقيه راح لعب مهاجم، كل واحد هيقدر على حاجه يعملها لو كان الجون التسلل ده اتحسب. طيب ربنا بيسترها معانا وبنحط الجون الثاني. الجون الثاني بقى لا هو جمله ولا اي حاجه، خد بالك برضه عشان ما حدش يضحك عليك يقول لك لا ده جمله، لا ده مجهود فردي بين اثنين لعيبه 1 2. امام عاشور لعبها لبن شرقي يحطها لامام عاشور، يروح الراجل يزق الكره ويشوطها يحطها جون. طب الحمد لله اهو بقى 2-0 وبنلعب باعصاب هاديه بقى وكويسين، ونلعب كوره بقى، نلعب كوره بقى بتاعتنا بقى ونمتع الدنيا بقى وايه وحاجه، نلعب بقى نلعب ونمتع الجمهور اللي حاضر في المدرجات اللي الناس صوتها غلق وهم بينادوا على اللعيبه ولاعيبه الدوري ما يروحش وبتاع والكلام ده. نلعب بقى. لا ازاي نمشيها كده؟ لا يجي فينا الجون الاول علشان النتيجه تبقى 2-1. تعال بقى نتكلم على جول المقاولين ده. في كوارث او كارثه من كل كوارث الكون في الدفاع. كوره ناحيه اليمين، حلو كده، 3-على-3 ناحيه اليمين ليهم، اللي هي الشمال عندنا ناحيه بالعمري، يعني تمام كده 3-على-3. لعيبه المقاولين رغم ان احنا 3-على-3 بالعمري وبالرمضان، وكان تقريبا المهاجم بتاعنا حلو كده مروان عثمان 3-على-3، ولعيبه المقاولين عادي خالص، الراجل يحط الكوره بالرجل بالرمضان و3-على-3 ويطلعوا بالكوره فتتعمل عرضيه حلو كده فالجون يتحط. عايز اقول لك بقى ان هنا ال3-على-3 اتضربوا، وان مفيش حد من نص الملعب او من الاطراف او من اي حد عارف انت اللي هو ايه، حد يندق حد حلو كده، مفيش اي حد مغطي اي حاجه، اي حد في اي حاجه. خط الدفاع الكره بتتلعب قدامه، الراجل يحطها جوه منطقه الجزاء لوحده خالص ويحطها هو لوحده يحطها جون. عايز اقول لك ان نفس الجون اللي اتحسب تسلل هي برضه الكوره لما بتترد من خط الدفاع، اي كوره بتترد من خط الدفاع او من اي حد في اي حته على حدود منطقه الجزاء او حتى جوه منطقه الجزاء، لاعب المقاولين هو اللي بيلاقيه، مفيش حد مغطي حد. احنا النادي الاهلي او فريق الاهلي على المستوى الجماعي مفكك، على المستوى الجماعي مفكك. احنا لا بنضغط صح ولا بنقف صح ولا بندافع، يعني حتى لما بنقرر ان احنا نرجع وندافع مش عارفين ندافع، مش عارفين نقفل صح. تخيل فريق زي المقاولين ده لا هو عنده خطوره ولا هو عنده اي نيله في اي حته، والراجل بيشكل عليه خطوره عادي خالص بيعمل عليه خطوره كل الوقت ما بيحب يعمل خطوره وهو عايز يتعادل او عايز يكسب بيعملها عادي خالص. الجون التالت بقى ربنا كرمنا كده، يلا حسين الشحات هوبا الكره تخبط في العارضه وتدخل، مجهود فردي برده من اللاعب، لكن اداء النادي الاهلي على المستوى الجماعي مفيش، زيرو. النادي الاهلي من جوه مش اللي هو. السلام عليكم.